أنا البنت اللي أمها ضيعت شرفها بإيديها، وكنت السبب في الحكم على أمي بالإعدام. تعال أحكي لكم القصة من الأول عشان الكل يستفاد منها. أنا سهيلة، بنت مصرية أسكن في الأرياف، وأغلبية الناس اللي ساكنة في الريف عندهم ثقافة إن البنت ما ينفعش تتعدى ال20 سنة إلا لما تكون على الأقل مخطوبة، إن ما كانتش متجوزة يعني وعندها كمان عيال. لكن أنا من حظي المهبب إني عديت ال30 سنة وما كنتش لسه حتى اتخطبت، وده مش لأني وحشة لا قدر الله، بالعكس أنا كنت بنت عادية شكلها مقبول الحمد لله. لكن أنا كان ليا مواصفات خاصة في جوزي اللي هيكمل معايا بقية حياتي، وده قرار صعب. ما ينفعش طفلة عندها 15 أو 18 سنة إنها تختاره، وكل ما كنت بكبر كان وعي وإدراكي بيزيدوا أكتر وأكتر، وعلشان كده كنت برفض العرسان اللي كانت بتتقدم لي لغاية ما وصل سني 30 سنة. وطبعا في السنين اللي فاتت دي كلها ما كنتش بسلم من كلام الناس ولا حتى من أمي اللي كانت دايما بتتخانق معايا بعد كل عريس يمشي. بس أنا ما كنتش مستعجلة، وكنت متجاهلة كل الكلام اللي كان حواليا، وكنت شايفة إن الموضوع ده قدري جدا وبتاع ربنا، ولما ربنا يأذن أكيد هتجوز. وانا كنت مخلصه تعليمي وكنت بشتغل وماشيه في حياتي عادي، وسايبه الموضوع ده كليا على ربنا. انا ام سهيله، الام اللي ضيعت بنتها بسبب كلام الناس. يا ريتني ما سمعت كلامهم وفضلت بنتي عايشه جنبي لغايه اخر يوم في عمري، كان هيبقى ارحم عليا من اللي انا عملته فيها. بس انا كنت معذوره برضو، انا كان نفسي افرح ببنتي زي بنات الناس، كل شويه اروح من فرح لفرح، فرح بنت خالتها على فرح بنت عمتها، وهي قاعده جنبي كل ما ابصلها اتحسر عليها. لكن بسبب اللي انا عملته دمرت شرف بنتي، وادينا هم مرميه في السجن ومستنيه الحكم بالاعدام. انا قررت النهارده احكي لكم حكايتي علشان كل امه تتعظ من اللي انا عملته، وتخلوا بالكم من بناتكم. بنتي كانت بنت جميلة ومؤدبة وبتشتغل وألف شاب يتمناها، لكن مش عارفة ليه موضوع الجواز ده كان معصلج معاها. كان كل ما يجيلها عريس ترفضه أو هو اللي يمشي وما يجيش تاني. اتحايلت عليها كتير وشوية إنها توافق على أي حد، لكن برضو ما كانش بيبقى فيه فايدة. كنت حاساها دايما زعلانة ومنكسرة بسبب الموضوع ده، وخصوصا إن كل البنات اللي حواليها في العيلة واللي أصغر منها كانوا بيتجوزوا واحدة ورا التانية وبنحضر أفراحهم. كان نفسي أجوزها وأفرح بيها وأخليها تفرح هي كمان ويبقى ليها أسرة وعيلة وعيال، لان كمان ابوها متوفي وهي بنتي الوحيده، فكنت خايفه اموت واسيبها في الدنيا لان ملهاش حد غيري. عماني الشيطان ونسيت ان ربنا موجود وهو بيدبر الامر لعباده كلهم. في يوم جت جارة الله لا يسامحها، هي السبب في كل حاجه، وقالت لي انت هتسيبي بنتك كده يا ام سهيله من غير جواز؟ طبعا الاحاديث دي كانت بتنزل على قلبي زي النار، بس تقريبا كنت اتعودت عليها. ما كانش في يوم بيعدي الا لما كان في واحده من الجيران بتكلمني عن الموضوع ده، كأن بنتي مثلا كانت عايشه على قلبهم او بتاكل من ثلاجه بيتهم. المهم فرديت عليها وقلت لها وانا هعمل ايه يعني، اشحت لها عريس من الشارع؟ قالت لي لا طبعا يا ام سهيله، مش معقول يعني هتشحت لها عريس من الشارع. قلت لها امال اتجوزها ازاي يا اختي؟ قالت لي هو انت ما فكرتيش ان في حد ممكن يكون عامل لها عمل او سحر ولا حاجه بوقف الحال؟ قلت لها استغفر الله العظيم، هو احنا وش ذلك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما انت عارفه ان احنا ناس في حالنا، لا بنأذي حد ولا اعتقد ان في حد ليه مصلحه انه يأذينا، وبعدين لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، احنا ناس متعلمه ومؤمنه وما بنصدقش في الحاجات دي. قالت لي ازاي بقى ما تصدقيش فيها، ده السحر مذكور في القرآن. وقعدت تزن على وداني وتضرب لي في امثله، سمعتي عن فلانه، سمعتي عن علانه اللي كان معمول لها سحر واللي كان معمول لها عمل وفكته وبعد كده حالها مشي، واللي اتجوزت واللي خلفت، اكن الناس كلها كان معمول لهم اسحار واعمال وحالهم كان واقف، ولما راحوا فكوها حالهم مشي تاني. وطبعا بما ان الزن على الودان امر من السحر ابتديت استجيب ليها واصدقها. قلت لها بس سهيله عمرها ما هتوافق ان اروح لحد زي كده، ده بنتي متعلمه وعمرها ما تصدق في الحاجات دي، غير اني بصراحه اخاف من رد فعلها لو عرفت. ردت عليا وقالت لي وهي ايه اللي هيعرفها، انا هروح انا وانتي للراجل ده، راجل مبروك وهتلاقي البلد كلها عنده وبيفك الاعمال والسحر والحاجات دي، وبعدين مش هنخسر حاجه، احنا هنروح له نساله اذا كان البنت معمول لها حاجه ولا لا، لو ما فيش يا ستي هاخدك ونمشي، ولو في اهو يفكه لها والبنت تتجوز وتخلف وتفرحي بيها وبعيالها. صراحه كلامها لعب في دماغي وتحمست قوي للموضوع ده، وفي الاخر وافقتها واتفقنا على اليوم اللي هروح فيه للراجل ده. وفعلا استنيت بنتي لما راحت الشغل بتاعها، وبعد كده جات لي جارتي علشان نروح المشوار ده، رغم اني كنت قلقانه ومتوتره ورجلي تقيله للمشوار ده وقلبي كمان ما كانش مرتاح، وانا لما قلبي ما يكونش مرتاح لحاجه اكيد الحاجه دي بتطلع مش مظبوطه. بس على الرغم كل الاحاسيس دي قاومت نفسي وقلت اهو مشوار وخلاص، يعني هيكون في ايه اما نشوف الراجل اللي بتقول عليه جارتي دي وراه ايه. المهم مشينا من زقاق لزقاق لغايه ما خرجنا خالص بره القريه بتاعتنا، وطول السكه وهي قاعده تكلمني عن الراجل ده وعن انجازاته وعن معارفها اللي فكلهم الاعمال والاسحار، لغايه ما وصلنا لمكان الراجل ده.
كان قاعد في مكان شكله قديم قوي والنظافة فيه ما كانتش قد كده، وكان مستنيه بره البيت أقوام من الناس. لو بيوزع لحمة ببلاش ما كانش كل الناس دي هتبقى موجودة بالشكل ده، اللي كانت قاعدة ببنتها واللي قاعد بمراته واللي قاعدة بجوزها. الناس كلها كان على وشهم ملامح الحزن والضيق، والمكان كله كان مليان طاقة سلبية لدرجة إن قلبي انقبض أول ما دخلت فيه. وبصيت لجارتي أم محمود وقلت لها أنا مش هقدر استنى هنا كتير، ده زحمة جدا وشكلنا هنتأخر. أنا خايفة سهيلة بنتي تيجي من الشغل وأنا لسه هنا. أنا ما قلتلهاش أنا رايحة فين، تعالي نمشي النهارده وبعدين نبقى نيجي يوم تاني. قالت لي لا نيجي يوم تاني ايه، احنا ما صدقنا جينا، ادفعي شويه فلوس زياده ونخش له الاول. قلت لها ماشي، اذا كان على الفلوس فخد يا ستي روحي ادفعيها وخلينا ندخل نشوف اخره الموضوع ده ايه. المهم فعلا ام محمود دفعت الفلوس الزياده ودخلنا. المكان اللي كان فيه الراجل ده كان كئيب جدا وغير مريح بالمره، حتى الراجل نفسه ما كانش شكله مريح خالص بالنسبه لي، وقلبي انقبض كده اول ما دخلت المكان. لكن في حاجه في نفسي قالت لي يلا يا بت كملي اما نشوف اخره الموضوع ده ايه. المهم قعدنا فعلا قدام الراجل ده وبدا يسالني أسئلة غريبة جدا عن بنتي، اسمها ايه وشكلها ايه، سمرة ولا بيضة، طويلة ولا قصيرة، مواصفاتها ايه بالظبط، عندها كام سنة. المهم بقيت زي الهبلة اجاوبه على كل الأسئلة اللي كان بيسألها لي، قلت له على كل حاجة. وبعد ما خلصت قال لي بنتك معمول لها عمل سفلي، ومش اي عمل، ده عمل صعب جدا وصعب انه ينفك كمان. اتفاجئت من الكلام والطريقه اللي كان بيتكلم بيها. قلت له ازاي بس يا عم الشيخ، احنا ناس في حالنا وملناش اي اعداء، مين اللي هيكون عمل لها بس اعمال؟ قال لي مش شرط يكون اللي عمل لكم عمل ده يكون باين انه عدو ليكوا، ده ساعات الصديق بيعمل لصديقه والاخ بيعمل لاخوه، ممكن يكون حد من الاهل او حتى من صحابها. قلت له طيب واحنا هنعرف مين اللي عمل لها العمل ده ازاي؟ قال لي علشان نعرف مين اللي عمل لها العمل ده يبقى لازم البنت هي اللي تيجي بنفسها هنا. اتفاجأت من كلامه وقلت له بنتي؟ لا طبعا مستحيل ترضى انها تيجي هنا. قال لي هو ده اللي عندي، انا ما عنديش حل تاني، البنت لازم تيجي بنفسها هنا علشان نعرف مين اللي عمل لها العمل او السحر ده ونفكه. طلعت من عنده وانا دماغي بتضرب اخماس في اسداس وهتنفجر من التفكير، هعمل ايه بس واقول لسهيلة ازاي ان انا جيت المكان ده اصلا، دي مستحيل ترضى انها تيجي هنا. ويقطع تفكيري كلام ام محمود جارتي، شفتي بقى ان كان عندي حق، مش قلتلك ان البنت ممكن يكون معمول لها عمل او سحر؟ اهو طلع كلامي مظبوط عشان تبقي تصدقيني بعد كده. قلت لها طيب انا هجيبها ازاي هنا؟ ردت عليا وقالت لي وهي مش هترضى ليه، ده هو حته يوم واحد بس، وبعدين الراجل زي ما انت شايفه كده مبروك، وشوفي الناس زحمه عنده قد ايه وكل الناس جايه له من اخر الدنيا، وبعدين انت قدها هتقدري تجيبيها، فكري كده بس في طريقه وانت هتلاقي، وفكري كده وانت فرحانه بيها في الكوشه وانت شايفه اولادها بيتنططوا حواليكي وبيلعبوا معاكي، صدقيني هتلاقي الطريقه اللي تجيبيها بيها. كلامها اغراني قوي وقلت لها طيب هحاول معاها. روحت البيت وفضلت يوم كامل افكر ازاي هفتح سهيلة في الموضوع. صراحة كنت خايفة اكلمها وخايفة من ردة فعلها، هي عصبية جدا وحساسة وممكن تعيط من اقل كلمة، وخايفة اجرحها وفي نفس الوقت نفسي افرح بيها. المهم في الاخر خدت القرار ان انا خلاص هكلمها، واستنيت لما سهيلة بنتي رجعت من الشغل واتغدت. وقلت لها يا سهيلة انا عايزة افتحك في موضوع يا بنتي. قالت لي قولي يا ماما. قلت لها بصي يا بنتي انا نفسي افرح بيكي ونفسي اشوف ولادك قبل ما اموت. بدأت تتخنق وعينيها رغرغت بالدموع وقالت لي يا ماما يعني انا اعمل ايه دلوقتي واتصرف ازاي؟ على فكرة كلامك ده بيجرحني وبيوجعني، انا مش بايدي حاجة، والله لو كان بايدي حاجة ما كنت اتأخرت عنك في الموضوع ده، وبعدين انا الحمد لله مش ناقصني حاجة، شكل والحمد لله مش وحشة، متعلمة وبشتغل وناجحة في شغلي. موضوع تأخير الجواز ده بقى قضاء وقدر من عند ربنا، وهو أدرى وليه حكمة في التأخير ده، وانا راضية بقضاء ربنا وقدره لغاية ما ربنا يكتب لي النصيب اللي يستاهلني واستاهله يا ماما. قلت لها طيب بقول لك ايه؟ قالت لي ايه؟ قلت لها بس هوديني في الموضوع اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. قالت لي موضوع ايه؟ قلت لها مشوار صغير كده، تعالي معايا بس المشوار الصغير ده وان شاء الله لما نرجع منه موضوع الجواز ده هيبقى انحل، راضيني يا بنتي ربنا يرضيكي. قالت لي طب هنروح فين طيب؟ قلت لها بس تعالي معايا وهتعرفي كل حاجه بعدين. وطبعا ما رضيتش اقول لها احنا رايحين فين عشان انا متاكده ان لو قلت لها ما كانتش عمرها هتوافق، وقعدت اتحايل عليها كتير جدا لدرجه ان في الاخر عيطت وانهارت في العياط، ولما شافتني بالمنظر ده اضطرت انها توافق في الاخر يا بنتي. وفعلا خدتها انا وجارتي في نفس الطريق اللي مشينا منه، وطول السكه بتسالني مودياني فين بس يا ماما؟ اقول لها بس يا سهيله اصبري شويه قربنا نوصل اهو، لغايه فعلا ما وصلنا للمكان، ولقيت سهيله بنتي الناس كلها متجمعه ومستنيين ادوارهم عشان يخشوا للراجل ده. وهنا بدات سهيله تشك وحست ان في حاجه مش مظبوطه، فشدتني من ايدي ووقفتني وقالت لي مش هتحرك من هنا غير لما تقولي لي دلوقتي احنا فين وهنعمل ايه دلوقتي. قلت لها بصي يا بنتي الراجل اللي جوه ده بيقولوا عليه راجل مبروك وبيفك السحر والاعمال، وهو قال لي ان معمول لك سحر سفلي ولازم تكوني موجوده علشان يعرف يفكه، والنبي يا بنتي اسمعي الكلام ربنا يرضيكي، الموضوع كله مش هياخد اكتر من نص ساعه.
في الاول طبعا رفضت جامد واتعصبت عليا وقالت لي ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده، وسيبنا ايه للجهله، حرام عليكي دي حاجات ما ترضيش ربنا، كده كده برضو تجيبيني عند دجال. قلت لها لا 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 يا بنتي، ده مش دجال، ده راجل مبروك بشهاده الناس دي كلها، خليه يشوفك بس يا بنتي واوعدك مش هجيبك هنا تاني. وبعد فين وفين في الاخر يا عيني لما زهقت مني اضطرت انها توافقني، وانا اول ما حسيت انها بدات توافق طلعت فلوس زياده علشان ادفعها علشان ندخل بسرعه قبل ما تغير رايها. وفعلا دخلنا، واول ما الراجل ده شاف بنتي حسيت كده ان في حاجه في عينيه مش مظبوطه، بيبص لسهيله بنظرات غريبه. المهم بدا يتكلم معاها ويسالها شويه اسئله، وهي بدات تجاوبه بكل هدوء. حتى انا استغربت هي ازاي بقت هاديه بالشكل ده، دي ما كانتش كده من شويه صغيرين. حسيتها فيها حاجه مش مظبوطه، بس تجاهلت الاحساس وقلت اهو شويه ونخرج من عنده. وبعد ما خلص اسئلته معاها بصلي وقال لي انا لازم اقعد معاها لوحدنا. قلت له لا طبعا، لوحدكوا ازاي يعني، انا مش ممكن اسيب بنتي ابدا. اتنرفز عليا وقال لي انت هتطلعي يا ست انتي ولا تاخدي بنتك وتمشي من هنا، انا ورايا لسه شغل كتير بره، واديكي شايفه الناس قد ايه قاعدين مستنيين. لقيت ام محمود بتغمز لي في ايدي وبتقول لي يلا يلا بس شويه كده وهي كمان هتطلع لنا. فلقيت نفسي بقوم معاها بكل هدوء، مش عارفه قمت ازاي ووافقت ازاي ان انا اسيب بنتي لوحدها مع الراجل ده. المهم ان هو ده اللي حصل، وسبت فعلا معاه سهيله وطلعت بره بين الناس. صراحه كنت هموت من القلق ومش عارفه ايه اللي بيحصل جوه، بس كنت مصبره نفسي ان الناس دي كلها يعني جايه له من حتت بعيده، اكيد واثقين فيه واكيد يعني هو مش هيعمل فيها حاجه. ده الكلام اللي كنت بطمن بيه نفسي. وبعد نص ساعه بالظبط كنت خلاص جبت اخري، لقيت سهيله طالعه من عنده، كان شكلها متبهدل ودايخه كده او مدروخه مش عارفه. المهم جريت عليها وقلت لها انت كويسه يا سهيله؟ قالت لي ايوه يا ماما كويسه. قلت لها طيب ايه اللي حصل جوه مع الراجل ده؟ قالت لي والله يا ماما ما فاكره حاجه. المهم ان هو اداني الورقه دي وقال لي ضروري جدا نجيب الحاجات اللي فيها لما نروح له المره الجايه. صراحه اتضايقت جدا ان في مره جايه، كنت عاوزه اخد بنتي واهرب من المكان ده، بس قلت خلاص بقى بما اننا ابتدينا المشوار يبقى نكمله للاخر. واتكررت الزيارات تاني وبقينا نروح له كل مرة ونجيب له الطلبات اللي كان بيطلبها المرة اللي قبليها، ويطلب مني نفس الطلب بتاع كل مرة ان استأذن واسيب البنت معاه لوحدهم، وانا كنت بوافق كالعادة. واما بقى بالنسبة لسهيلة فاتغيرت 180 درجة، بقت مسالمة جدا. ومن بعد اول زيارة دي عمرها ما عرضتني تاني ابدا، في كل مرة اقول لها يلا يا بنت نروح المشوار ده. واستمر الحال هكذا لمدة اسبوعين كاملين، لغاية ما جه اليوم وعرفت الكارثة، عرفت المصيبة اللي انا فيها انا وبنتي. في يوم كنت داخله صحيها كالعاده علشان تروح شغلها، لقيت سريرها كله متغرق دم وعندها نزيف جامد جدا، فاستغربت وخفت قوي، هي لسه بنت ازاي يجيلها النزيف وهي لسه بنت؟ المهم خدتها وجريت بيها على دكتوره النساء، فخدتها الدكتوره اوضه الكشف وطلعت غضبانه جدا واتكلمت وقالت هي متجوزه بقالها قد ايه؟ قلت يا نهار اسود، وانصدمت من كلمه الدكتوره متجوزه. ما كنتش عارفه حتى انطق ولا اتكلم وهقول لها ايه، كنت لسه هتكلم واحكي للدكتوره عن كل اللي حصل، بس قررت اسكت وقلت لها خير يا دكتوره في ايه؟ قالت لي بصي يا مدام انا هكلمك بكل امانه، جوزها ده شكله كده حد مش كويس، شكله مش بيتعامل معاها كانها بني ادمه. فضلت الدكتوره تتكلم كلام كتير وتشرح لي عن حاله بنتي، هي كانت بتتكلم وانا كنت في دنيا تانية، جوايا صريخ وصويت، نفسي اصرخ، نفسي الطم على وشي، مش مستوعبه ولا مصدقه الكلام اللي هي بتقوله. دي بنتي اللي بتتكلم عنها، دي بنتي، انا بنتي لسه بنت، لسه ما اتجوزتش يا ناس يا عالم، هي الست دي بتقول ايه بس؟ كنت حاسه ان انا في كابوس. بعد ما خلصنا الكشف طلعنا انا وبنتي على بيتنا، وطول السكه يا حبه عيني كانت قاعده تعيط، كانت هتموت من العياط. وانا ما صدقت وصلت البيت وقعدت اعيط والطم على وشي واقول انا السبب، انا اللي عملت في بنتي كده، انا اللي سلمتها بايدي للدجال ده، يا ريتني ما رحت، يا ريتني رضيت بقضاء ربنا، حتى لو كانت قعدت جنبي عمرها كله، انا اللي ضيعت بنتي، انا اللي ضيعت شرفها بايدي. وفجأة ما حسيتش بنفسي غير وانا بصرخ وبصوت، فسمعت صريخ ام محمود جارتي وجت تجري وقالت لي في ايه مالك؟ مسكت فيها وقلت لها انت السبب، منك لله يا شيخه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، انت اللي ضيعتيني وضيعت بنتي، يا ريتني ما سمعت كلامك. قالت لي مالك بس في ايه قولي لي؟ مسكت فيها وقلت لها تعالي معايا دلوقتي للكلب اللي انت وديتينا عنده ده. وفعلا رحنا ودخلنا له، واول ما دخلت رحت وجريت عليه ومسكت في رقبته، قلت له انت عملت في بنتي ايه؟ انت عملت في بنتي ايه منك لله؟ انا هقتلك، انا هوديك في 60 داهيه، انا هقول لاهلها وهيجوا كلهم يموتوك. زقني من على رقبته وقال لي اوعي كده، انا محدش ليه عندي حاجه، انتوا اللي جيتولي برجليكم يا حبيبتي مش انا اللي جيت لكم، وبعدين مالها بنتك؟ ما هي زي الفل اهي، انا خلاص فكت لها السحر اللي عليها، وبكره تتجوز وتخلف بدل العيل 10، عايزه ايه تاني؟ هو انت مش كنت جايه عشان كده؟
قلت له الله يخرب بيتك، تتجوز ايه؟ انت دمرتني ودمرتها ودمرت سمعتنا، حرام عليك. رد عليا بكل بجاحة وقال لي مالك في ايه؟ ما كل الناس اللي بره دول حصل معاهم زي ما حصل مع بنتك، حد فيهم اتكلم ولا فتح بقه؟ واللي ما كانتش عارفة تتجوز اتجوزت، واللي ما كانتش بتخلف خلفت، عايزين ايه تاني؟ قلت له الله يخرب بيتك بقى، انت ماشي مع الطريقه دي مع الناس كلها. وجيت اهجم عليه عشان اموته واقطعه بسناني، بس لقيت 2 مسكوني وحشوني عنه، وهو قام رايح جايب لي سيديهات وجاي وقال لي خدي السيديهات دي اتفرجي عليها انت وبنتك، هتتبسطوا قوي لما تشوفوها، ويا ريت ما تجيش هنا لا انت ولا المحروسه بنتك تاني، عشان لو عملتي لي اي دوشه ولا اي قلق الحاجات اللي انت هتتفرجي عليها دي هتبقى على النت والناس كلها هتشوفها، وبدل الموضوع ما يبقى بيني وبينكم الناس كلها هتعرف بيه وهيتفرج عليكم اللي يسوى واللي ما يسواش. ده غير اني هسلط على بنتك الجن بتاعي وخليها ما تنفعش تاني. وخدوني الاتنين اللي كانوا ماسكيني بره المكان من بوابه غير البوابه اللي انا دخلت منها واللي الناس كانوا متجمعين حواليها. وللاسف اول ما روحت على طول شغلت السيديهات دي علشان اشوف فيها ايه، وشفت مصيبه، شفت كارثه، الكارثه اللي وقعت على دماغي انا وبنتي. وطبعا من غير ما اتكلم اكيد كلكم فهمتوا انا شفت ايه في الفيديوهات دي. بقيت الطم واتندم واتحسر، بس بعد ايه؟ بعد ما ضيعت كل حاجه، بعد ما ضيعت اغلى حاجه بسبب غبائي وجهلي وجري ورا الدجالين والشياطين والحراميه. بس انا قررت ما اسكتش، قررت ان انا هجيب حق بنتي وحقي. وفي يوم رحت السوق واشتريت له سكينه مخصوص، ولبست النقاب علشان ما يعرفنيش، ورحت هناك ودفعت فلوس كتير قوي علشان اخش له بسرعه، وفعلا دخلت في اسرع وقت. ولما دخلت له الحمد لله ما عرفنيش عشان كنت لابسه النقاب، وبدا يتكلم معايا ويقول لي ايه مشكلتك؟ قلت له انا ما اتجوزتش وكبرت في السن، وكل ما يجي لي عريس يطفش ويسيبني، مش عارفه اعمل ايه. وبدأ يعمل قدامي شوية الشغل اللي بيضحك بيهم على الناس دول، وقال لي فعلا انا عرفت السبب، انتي معمول لك عمل سفلي وانا هفكه دلوقتي. وجت واحدة من المساعدين بتوعه ومعاها كوباية عصير، وقال لي نشرب العصير ده، فعملت ان انا بشربه، وبعد شوية عملت ان انا اغمى عليا، وهو ما استغربش ابدا لما اغمى عليا، فعرفت انه اكيد كان حاطط منوم في العصير ده. وبعد هو ما اتاكد خلاص انه اغمى عليا تماما، لقيته جاي عشان يعتدي عليا، ووقتها ما حسيتش بنفسي غير وانا مطلعه السكينه وقاعده اضرب بيها في كل حته في جسمه. ما وقفتش ضرب غير لما لقيته مش باين له ملامح من كتر الدم اللي كان سايح عليه. وفي اللحظه دي دخل عليا ناس كتير جدا من بره وحشوني عنه، بس الحمد لله كنت نهيت عليه وخدت حقي وحق بنتي وانتقمت لشرفها. بصيت للناس الكتير اللي كانت موجوده وقلت لهم قتلته انقذتكم منه ومن شره، قتلته عشان ما يدمرش ناس تانية زي ما دمر بنتي وضيع حياتها ومستقبلها. ودلوقتي انا مقبوض عليا ومستنيه حكم المحكمه. تفتكروا ممكن يحكموا عليا بايه؟ القصه للاسف حقيقيه، وللاسف برضو ان سهيله ووالدتها مش هم الضحايا الوحيدين للدجالين والمشعوذين. لكل اللي بيسمعني ارجوكم محدش يفكر في الحاجات دي، عشان اولها كفر وشرك بالله واخرها ندم وخراب زي ما سمعتوا في القصه كده. ربنا يحفظكم جميعا. وفي النهايه لو القصه عجبتكم دوسوا لايك، واشوفكم في قصه جديده مع اسراء زهران.